بما ان است الكابتن بقى عجبكم فانا حبيت اطلع لكم مره ثانيه. بما ان است الكابتن بقى عجبكم فانا حبيت اطلع لكم مره ثانيه. الحقيقه اخر حلقه اشتكوا اني بتكلم بشكل بطيء ومش عارف الحقيقه المشكله كانت فين، لكن حابب اوجه الشكر للشخص ده بعينه لانه مهتم باخباري وصحتي. شكرا بجد. المهم نخش في الحلقه السخنه دي على طول. مين في الحياه دي ما اتولدش بريء وفكر انه يحترف في بلاد اوروبا حيث العربيات والقصور والدولارات والبنات؟ مش بتكلم عن حد ان انا بنتقده، لكن ده حقيقي. احنا بنخرج، انت بتطلع رايح على واحد بيلعب هناك من 4-5 سنين، فطبيعي انك مش تلعب في اول سنه بالشكل اللي انت متوقعه. فاول ما بيبدا يقعد احتياطي بيبدا اول حاجه بيفكر فيها اهلي او زمالك، او بالنسبه له البيت نفسه اهله. انا خلاص انا متغرب، انا ما بلعبش، مش مبسوط. يبدا الاهل والزمالك يكلموه في فلوس كويسه بتندفع، بيرجع بقى يفكر في شهره هناك في مصر. انا الكابتن راح، الكابتن جه، العربيه، الموزع، فخلاص الموضوع. ويجي لك وكيل يستغل حلمك ده ويقول لك فكك بقى من مصر وهي مصر دي فيها كوره، ويقول لك اوروبا يعني احتراف واقامه واكل وشرب على حساب النادي، ويبين لك ان الدنيا ربيع. لكن لما بتروح بتكتشف الصدمه، التاشيره بتاعتك هتخلص كمان يومين ومش معاك حتى ثمن الاقامه، وقاعد في اعر بلد في اوروبا وخلاص كلها يومين ويرحلوك على مصر. وانا ببحث وبدور ولابس بلطو وبهاء كونان اكتشفت ان الموضوع مش على اللعيبه المصريه بس، دي شبكه نصب دوليه طالت كمان اللعيبه الافارقه قبل المصريين. اكتشفت ان مش كل المحترفين دروبا وإيتو، ده في ملايين الافارقه راحوا ضحيه نصب الوكلاء بتوع اوروبا، لان زي ما انت عارف افريقيا بيتسيدها الفقر ومفيش اسهل من سرقه حلم الفقير. طب ما انت لسه عامل حلقه عن الاحتراف الوهمي، هو اي حلب وخلاص؟ لا يا بلسان طويل، مش احنا اللي بنحلب مواضيع ونطلع حلقات وخلاص. الاحتراف الوهمي دول ناس محترفين نصكم وعايزين يقنعوك انهم محترفين عافيه، انما مافيا الاحتراف او وهم الاحتراف دي الناس اللي بتسرق احلام الناشئين تحت مسمى تعالى صفرك ودلعك. اول حدوته معانا حصلت في صيف 2021 تحديدا في دوله كوت ديفوار. نزل وكيل لعيبه اذربيجاني اسمه نائل ولف على كل اكاديميات كوت ديفوار وقال لهم بدل البهدله دي فكوكم من كوت ديفوار وتعالوا هعمل لكم اختبارات، واللي ينجح هوديه تركيا في نادي معروف هناك. 9 لعيبه نجحوا في الاختبارات دي، وعم نائل قال لهم خلاص جهزوا شنطكم عشان اخدكم على تركيا. الشباب راحوا وكلهم حماس ومبسوطين عشان يكتشفوا الصدمه انهم في نادي مغمور اسمه دينامو اوتو في دوله غير معترف بيها اسمها ترانسستيريا. اثناء تجول الشباب دي في نادي دينامو اكتشفوا صدمه اكبر، وهي ان النادي ده مملوك لنفس الشركه اللي بيشتغل فيها نائل كوت ديفوار. ده انتم مطبخينها سوا بقى. تخيل معايا ان كل لاعب من دول دفع 222 دولار عشان الفيزا والتصريحات والورق وغيره. الهم اللي يضحك ان الفيزا اللي في ايد كل شاب من 9 افارقه شبه ورق ريسيت المطاعم بالظبط، والحبر بتاعها بيروح مع الورق، يعني المسرحيه اشتغلت من الاخر. وطبعا الشباب رفضوا انهم يرجعوا لان اهاليهم باعوا اللي وراهم واللي قدامهم. هيرجعوا لاهاليهم ويقولوا لهم ايه؟ اصل ضحك علينا، اصل نائل ما طلعش نائل. المهم نادي دينامو ده ما سكتش على كده، وكل شويه شغالين في طلبات، هاتوا فلوس عشان نسجلكم، هاتوا فلوس عشان نقيدكم في الدوري، طلع مصالح على قفا الغلابه. والعيال يا عيني متعلقين لا عارفين يرجعوا ولا عارفين يهربوا. وبعد ما فلوسهم خلصت للاسف حصلت حاجه اسوأ، وهي ان نادي دينامو المفتري قال اللي معوش ما يلزموش. ومع بدايه الموسم النادي راح مسرح 9 لعيبه عشان نائل يجيب 9 غيرهم من كوت ديفوار وطبعا يكملوا النصبايه. مش كل بتوع السنغال ساديو ماني او كوليبالي، لا، في ملايين كانوا ضحيه وهم الاحتراف. وبطل القصه دي الشاب السنغالي بوبا نضاي، شاب طيب كده من دكار في السنغال. ابوه جات له مكالمه من شخص غريب كده بيقول له الو انت الحاج نضاي؟ انت لو راجل اديني عنوان بيتكم حالا عشان اشوف ابنك الموهبه التي لن تتكرر ده. فالحاج نضاي يقول له ابن مين؟ ابن انا بوبا؟ فالوكيل يقول له ايوه انا شفته وهو بيلعب، ده خليفه ساديو ماني واسماعيل صار، لو تسمح بس نزوركم ونعرض عليكم المشروع. طبعا الحاج نضاي هيقول لهم يا اهلا وسهلا تنورونا. وفعلا بيجي شخصين محترمين من السنغال بس بيقولوا انهم عايشين في اوروبا، وبيطلعوا صور واي دي وجواز سفر للعيبه مشوا معاهم في نفس الطريق اللي بيعرضوه على بوبا. واللعيبه دي بقت في اكبر الانديه في اوروبا، قاعده في الثانيه بيقنعوا الولد وابوه المسكين يدفعوا 2 مليون و800 الف فرنك، يعني حسبه 5600 دولار. طب واحنا لو معانا الملايين دي هنسافر ليه بس؟ لكن الحاج نضاي بيبيع حته الارض اللي حيلته وبيدفع للوكلاء اللي بيروحوا السفاره وبيطلعوا فيزا اتحاد اوروبي لابنه فدائي. الله، ده شكلهم وكلاء بجد، دي الفيزا بتاخد لها شهور اصلا، ده لو طلعت يعني. والولد بيسافر البرتغال فعلا. الاب المسكين بيحكي ان ابنه كلمه مره واحده بس بعد ما وصل البرتغال بشهر، قال له ان مفيش لا اختبارات ولا معايشات ولا تمارين حتى، وان الناس اللي سفروه ادوا له شويه ورق كده والاتنين فص ملح وداب، وسابوه عايش مع راجل كبير في بيت قديم ما يعرفش حتى هو فين. ومن وقتها الاب المسكين ما يعرفش ابنه عايش ازاي. والد بوبا الى اللحظه اللي احنا بنصور فيها الحلقه دي ما يعرفش ابنه اذا كان عايش اصلا ولا لا. الحوار شبه الهجره الغير شرعيه بالظبط، زي كده مسلسل الادهم بتاع احمد عز، الغربه ملهاش حق على قلب ملوش حد.
قصتنا عن محمد حسن لاعب الشرقيه مواليد 97، اللاعب اللي كان بيلعب مع الشرقيه في الموسم اللي صعدوا فيه للدوري الممتاز تحت قياده المدرب عماد النحاس. زي ما هو متعارف عليه في مصر، لو الفريق صعد بيقدموا مكافاه للاعبين بانهم بيسرحوهم دي يعني بيطردوهم عشان متابعين الاجانب. المهم جه وكيل كده قال له انت هتقعد من غير نادي ازاي يا حسره؟ تعالى اعرفك على الاحتراف في تايلاند. وهي تايلاند فيها احتراف يا عم الوكيل؟ طبعا انت هتروح هناك وهقعدك في فندق على حساب النادي، اكل وشرب عليهم، وتعيش عيشه انت مش عايشها في مصر. فالفكره هتتبلور في دماغ محمد حسن اللاعب اللي قاعد فري من غير نادي، ولاعب الدرجه الثانيه ده غلبان يا عيني، مش هو بتاع العربيات والقصور وصور الساحل على الانستجرام، فطبعا ما هيصدق يلاقي اي حاجه يشبط فيها. وبالفعل سمع محمد حسن كلام الوكيل، والوكيل ده من مركز 100 غمر ومشهور جدا بانه بيطلع لعيبه لتايلاند. حلوه تايلاند على كده. تحفه. حضرتك بتشتغل ايه في تايلاند؟ لسه بدور على شغل. محمد حسن مش الضحيه الاولى للاسف. حضر محمد شنطته وسافر على تايلاند لوحده، والوكيل خلي بالكم قاعد في مصر. وحسب الكلام اللي قاله لليوم السابع، اللاعب وصل تايلاند يوم 1 في الشهر، ودخل على النادي التايلاندي وهو فرحان خلاص هيبقى لاعب محترف. وعموما ده نادي درجه تانية في تايلاند، مش حاجه كبيره. وهوب بيتفاجئ ان القيد اتقفل يوم 31. طب ايه، سجلوني اي حاجه، انا جاي من مصر، ده مشوار وسفر وبهدله. يجي بقى يكلم الوكيل بتاعه في مصر، فبص العصفوره بقى خلاص مش هيلاقيه، الوكيل في العشه ولا طار. محمد حسن طبعا مستحيل انه يرجع مصر، لان هو باع اللي وراه واللي قدامه، ومش حابب يرجع مكسور وفاشل بعد ما اقنع اهله بالعافيه انه يسافر. محمد قال انا مش هستسلم، وفضل يتدرب في حديقه جنب الفندق المقيم فيه. لكن من حظه الوحش ان اقامته في الفندق خلصت. قابل وكيل تاني ابن حرام قال له انا هقعدك في فندق على حسابي وهوديك نادي يسجلك، بس لازم تخليني الوكيل الرسمي ليك، وعايز منك $300 عشان اعمل لك عقد. محمد طبعا هتفتكر انه رفض، لكن الحقيقه هو راجل عايز اي حد يزقه عشان الحلم اللي رسمه في دماغه ما يقفش. الراجل مش حابب يفشل ويرجع لاهله مكسور. هو وافق، لكن اشترط على الوكيل انه يوثق العقود اللي بينهم في السفاره. ما محمد قال لك مش هيضحك عليا تاني، لكن للاسف الوكيل بيرفض وبيفضل يماطل، عشان يتفاجئ محمد حسن بعد ما رجع من تمرينته تاني يوم انه اتسرق من دولاب محمد $200. ولما جه يبلغ الشرطه يراجعوا الكاميرات، راجعوها فعلا، وطلع الوكيل هو اللي سرق الفلوس دي. لكن للاسف قالوا له ما هو الوكيل ده الاوضه باسمه يا محمد، ومفيش حد بيسرق فلوسه. وهنا محمد اتصدم، ورجع محمد زي ما كله بيرجع بعد ما للاسف بيضحك عليه، وبيكون ضحيه لناس شغلانتها الاساسيه انها تسرق حلمه، لانه للاسف اكتشف ان الاثنين الوكلاء اللي ضحكوا عليه يعرفوا بعض، زي قصه دينامو وعم نائل. والراجل هيشتكي لمين غير ربنا؟ نفس القصة تقريبا بتتكرر مع الكل، أظن أنت حفظت. وهنا مع سعيد كابوري من بوركينا فاسو، بيجي له وكيله معاه جواب عبيط كده عليه لوجو ورقم نادي مارسيليا، وسبحان الله يعني بيقدر يقنعه إنه شافوا مهاراته وبعتوا له دعوة عشان يمضوه. معقولة نجحنا كده من غير اختبارات؟ لا مش منظر يعني، اختبرنا عشان ما يقولوش مكوسينها. للأسف بيدفع المسكين وأهله 2,500,000 فرنك، يعني $5,000. أنت متخيل المبلغ؟ ولما بيوصل مارسيليا بياخدوا راجل أبيض ما تعرفش بقى فرنساوي ولا جنس ملته إيه، ويرميه جنب إخواته التانيين. بيحكي كابوري إنه اتصدم بمجرد ما دخل البيت اللي هيقعد فيه. شاف عشرات الشباب الافارقه زيه من كل حته في افريقيا، كلهم اتعمل عليهم نفس النصبايا واتاخد منهم فلوس. هي دي الشقه يا عماد. الالعن والاضل ان الشرطه هجمت على البيت ده اكتر من مره، وقبضت على اللي فيزتهم انتهت ورحلتهم. ما تعرفش بقى الراجل الابيض ده ارشد عليهم ولا ايه. اللي ما ترحلش بقى كان عايش كانه ميت، بياكل طقه واحده في اليوم، ما بيشوفش الشمس ولا بيلعب كره طبعا. وعدى يوم ورا يوم ورا يوم، شهر كامل، ومفيش حد شتمهم حتى. فقرروا يكلموا الرقم اللي على الكارت، الدعوه اللي هي معاهم دي، يشوفوا مارسيليا اللي اتاخرت عليهم في الرد. والنادي بالفعل رد عليهم وقال لهم هو ده رقمنا، امر يا جميل انت وهو تاني. انت ما بتحرمش؟ لا. طب يا لجنه، الحيوان اللي كان معانا من شويه، يا دين الحمار ده، يلا 1 2 هوبا. وبيطلع مالهمش علاقه بالجواب ولا بالقصه دي كلها. كابوري شاف البهدله اللي اتبهدلها زمايله اللي فيزتهم انتهت وازاي تهانوا واترحلوا، فقال كفايه قوي خساره لحد كده. الحمد لله انها جت على خساره الفلوس والاحلام. كويس ان بصحتي انا راجع لاهلي، وهو على الاقل خيبتي على خيبتهم ونعيش فقراء احسن ما ابقى خايب في الغربه لوحدي. وهو من البدايه يا غربه بيتحمل. والله يا باشا، هو في راجل اسمه القبطان، طلع في الاخر القبطان ولا حاجه. الراجل ده خد مني من مجموعه شباب كل واحد 8000 جنيه على اساس انه هيسفرنا بقى بره وكده. وقعدنا 4 ايام في ارض البحر لا اكل ولا ميه. 4 ايام؟ والنعمه الشريفه دي على عينيا يا باشا. صادق بس بصراحه يعني ده شيء لا يتحمله بشر. ولا بني ادمين يا باشا، ولا بني ادمين. بعدين قال لي بص تعالى يا حزلقوم، يقولوا لنا ايه، نط اهو من الحبه ده اهو. نطيت لقيت نفسي في بلطيم. في بلطيم؟ طب ما كان نزلوكوا في مارين احسن. يا استاذ معتز بقى، ما يصحش كده. لا بتروش عليا.
اما تشارلز انجاه فكان لاعب بجد في الدوري الدرجه الثانيه الكاميروني، والمره دي جاله وكيل لعيبه بس المره دي معاه رخصه، وقال له انا عارف ان الوكلاء اولاد الحرام ما سابوش للوكلاء المرخصين ولاد الحلال حاجه، تعالى مكتبنا في ياوندي واطمن وحط في بطنك بطيخه صيفي. وفعلا راح تشارلز ولقى الرخصه متعلقه ومتبروزه. خلاص يا عم ده انتوا مش نصابين جدا، خد يا عم $1500 اللي حيلتي كلهم معاك اهم. كابتن بهاء احنا عمالين نسمع $2400، الرقم قال ليه المره دي؟ هقول لك، لان المره دي داخلين جوه القاره، يعني قريب مش بعيد، ورايحين على الترجي التونسي. وفعلا في اول اسبوع نزلوا في اوتيل نضيف وشغل بقى وحركات تقيله. يا اخي ظلمتكم والله، فكرتكم زي النصابين التانيين اللي بيرموا الناس في شقه معفنه. ايه ده؟ بعدها اتفاجئ اللاعب الكاميروني ان اقامته في الفندق كانت مدتها اسبوع وخلصت، واضطر يكلم زميل ليه عايش في تونس وقال له وديني اي مكان انا مش لاقي حته بات فيها. ويقعد لاعبنا الكاميروني في الشقه بتاعه زميله اللي كانت عباره عن سكن جماعي لامم اكتر من 11 افريقي في شقه 110 متر. ايه الشقه دي؟ ايه العفانه دي؟ بقى هي دي احلامي عن الاحتراف. ويوم ورا يوم حبيبي مجاني النوم، وعدى شهر كامل. فين الوكيل المعتمد؟ مفيش. فين الترجي التونسي؟ مفيش. فين ايجار الشقه؟ والشاب الكاميروني اللي زي الورد وقتها عرف اللي فيها، واشتغل مره في مطعم ومره اشتغل نظافه عشان يقدر يجيب مصاريف الايجار والاكل والشرب. ومشكله تونس بقى انك لو ما جددتش الفيزا والاقامه هتفضل قاعد عادي بس بتتحسب عليه غرامه، وهو يا عيني لا معاه فلوس يدفع ايجار ولا يجدد اقامه، فالغرامه عماله تزيد لدرجه ان الراجل دور على شغل ثابت واتجوز وخلف عيلين وقعد هناك من 2013. طب والكوره يا كابتن بهاء؟ شد حيلك محدش يجي لك في كوره بقى، ده واحد فقير حلمه اتسرق ما صدق يلاقي اي حاجه تجيب له فلوس. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. ما في حاجه. توكل على الله، توكل على الله، مفيش عزا. يعني ايه؟ اما ابو بكر السديبيه المالي فده قصته قصه وحكايه. شاب زي الورد كان نفسه يلعب في تشيلسي. طب وكابتن ابو تريكه عنده علم بالموضوع ده كابتن بقى؟ تشيلسي نجوم فرقه المليار. المهم يعني الراجل ده جاله المدرب بتاعه وقال له انت وش بريمير ليج. قال له عرفت ازاي؟ قال له وقفتك وقفه بريمير ليج، شكلك شكل بريمير ليج، مشيتك مشيه بريمير ليج، وتلعب هناك مستريح. انت راجل ذوق. الله يخليك يا باشا. والله راجل محترم. الله يخليك يا باشا. بس لازم الاول تعدي على الهند بلد العجايب. والهند وانجلترا ايه؟ ما هو واحد، كل حاجه هي يكش بس الهنود اغمق حبتين وعندهم زبيبه حمراء وزي الوان. ابو بكر قال له وماله، هند اي حاجه تقربني من الحلم، ويلا بينا معلم. اكشوا بتتكلموا على السوري؟ محل شاورما سوري، هنتكلم ايه؟ سعيدي. وشكر ابو بكر المدرب على تبنيه لموهبته وانه صدق في حلمه. والمدرب قال له لا شكر على واجب يا ابو بكر يا ابني، ايدك بس على $2700. بس $2700 دول كتير قوي يا كابتن. فالمدرب قال له يا ابني ما هو انت اقل عقد هناك هيعمل ضعف المبلغ ده مرتين، امال انت فاكر ايه؟ وبيتفاجئ ابو بكر المالي انه ما نزلش في نيو دلهي ولا حتى كوتالكا، ده راح نيبال. وهي نيبال فيها كوره يا كابتن بهاء؟ يا عم زي اوكرانيا كده في فيلم الرهينه. فاكرين مصطفى اللي هو احمد عز في فيلم الرهينه؟ حاسسكم مش فاكرينه. مصطفى شاب قاعد يحلم باوكرانيا وجمال اوكرانيا وفلوس اوكرانيا، وعمده صاحبه وجاره كان فارش له الدنيا ورد، اللي اشتغلوا بقى عنده اكبر بازار فيك يا اوكرانيا. ومصطفى بيع امه صيغتها عشان يروح اوكرانيا بقى، وبيتصدم انه عمده اصلا مفلس وقاعد في شقه مع 6 ولا 7 تانيين، واكبر بازار فيك يا اوكرانيا ده بيطلع حته فرشه معفنه في السوق، والبلديه بتهجم عليهم وبيهرب احمد عز عشان يروح لزينه. انا اسف احنا نكمل القصه. هو ده بقى البازار اللي انت مشارك فيه؟ بس صحتهم خيرك في الموقع. ابو بكر بقى بيروح نيبال ويتفاجئ ان البلد دي ما فيهاش كوره والدوري واقف بقاله سنين. بيفكرني بواحد كده، بس الفرق ان صاحبنا وقتها فتح تيك توك ووهم الناس ان هو في دوري بيتلعب هناك وباع لهم وهم الاحتراف. لكن ابو بكر يا عيني معهوش حتى تليفون. ومش بس كده، ده بيكتشف ان في كتير زيه من مالي وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنين عايشين في شقق من غير فرش، وهم كمان بايعين اللي وراهم واللي قدامهم عشان يلعبوا. لدرجه ان في 2017 اكتر من 100 واحد في الدول دي دخل نيبال. عمار يا نيبال. الفكره ان نيبال مش بلد شغل، دي بلد سياحه. الناس بتروح هناك تشوف الطبيعه والجمال، والعيشه هناك غاليه حبتين. وابو بكر واصحابه هيروحوا فين هناك؟ هياكلوا منين ويشربوا منين ويشتغلوا فين؟ ده حتى لو عايزين يرجعوا بلادهم مش هيلاقوا ثمن التذكره، فهيعملوا زي عمده ومصطفى والشله الكريمه ويشتركوا في دورات كوره على الضيق كده، وبيطلع لهم من الماتش 18 باوند زي الفل. نوايا تسند الزير. بل ان ظروف ابو بكر واصحابه كانت اسوأ من كده، ودخولهم البطولات دي كمان بفلوس، يعني عشان يلعبوا الدوره يدفعوا فلوس. وتخيل مين بيسمسر من وراهم؟ افارقه زيهم اتخدعوا بنفس الطريقه. احنا كده الملايين بناكل بعض في الغربه. ما ابو بكر مسافر وفاكر هيرتاح هناك وياخد صحابه وحلمه معاه، وفي مصر بقى حدث ولا حرج. تعال عشان القصه الجايه نار. سيب الاكل في ايدك ده ثواني وركز معايا كده. اكتر حاجه طالعه ترند اخر فتره وهو الاحتراف في الامارات، لكن هو ده وهم الترندات يا حبيب بهاء. الترند بيصور لك ان الدنيا ربيع والجو بديع زي صاحبنا بتاع المالديف، والحوار بيطلع كدب في كدب. طيب نعرف منين؟ ما دي ميزه لما يبقى في حد مدقق زي الكابتن بهاء كونان. تحقيق سنه 2018 لصحيفه جلف نيوز قال ان عشرات اللاعبين الشباب خصوصا في افريقيا اتجابوا من الامارات على وعد عقود احتراف عبر وكلاء مزيفين، ولما وصلوا اتفاجئوا ان مفيش نادي مستنيهم. كمان يا عيني اللعيبه دي ما كانش معاها فلوس انها ترجع بلدها. الشبكه اللي نصبت
نصبت على اللعيبه الافارقه دي حسب الصحيفه اسمها دبي دايموند اف سي. تحقيق ذا تايمز اللي اتعمل في ابريل 2025 قدم مثال حي للاعب شاب اتوعد بعقد كان المفروض في دوله تانية زي السعوديه، لكن اترمى في الامارات في انديه الشركات. طيب يا كابتن بقى احنا بنشوف بلوجرز لاعبين كوره راحوا الامارات وبيلعبوا هناك والدنيا وردي وما اتصبش عليهم. انت بالظبط جاوبت على نفسك في السؤال. اولا هو بلوجر، يعني النادي هيقبله حتى لو ما بيعرفش يلعب عشان يعمل لهم دعايه واسم النادي يكون معروف، حاجه شبه الدعم اللي بيقدمه سيراميكا لاول مشجع في سيراميكا، لانه هيفضل يعمل اعلانات للنادي ويصور النادي ويخلي اسم النادي دارج شويه. تاني حاجه هو ما بيلعبش ممتاز ولا درجه تانية ولا حتى ثالثه، دول بيلعبوا في دوريات الشركات هناك، فهو حر، ده طريقه وده اختياره وممكن يكون مناسب لسنه. يعني لو عنده 29 او 31 فده كويس جدا ليه. واهم نقطه لازم تعرفها يا حبيبي لو انت ناشئ ان هو هيصرف من الفيديوهات بتاعته والاعلانات اللي بتجيله كبلوجر او تيك توكر، لكن انت هتصرف منين لو فعلا حابب تروح الامارات؟ كمان ما تنساش ان المعيشه في الامارات غاليه، وسقف المرتبات هناك في انديه الشركات هيكون كام يعني؟ ما اكيد قليل. وفي حاجه في الامارات تانية، ان اعلى نسبه محترفين عندهم من امريكا الجنوبيه. اعلى جنسيه بين اللاعبين الاجانب هي البرازيل، حوالي 51 لاعب من اجمالي الاجانب، يليها المغرب حوالي 21 لاعب حسب احصائيات ترانسفير ماركت. يعني انت كمصري او افريقي فرصتك للدوري الممتاز في الامارات ضئيله جدا. فانا اسف لو صدمتك بالواقع، لكن الدنيا مش ربيع ولا الجو بديع، وهنقفل على كل المواضيع. يا كابتن بهاء البهدله والنكد اللي انت عرضتهم دول، ما الواحد يقعد في بلده معزز مكرم وملعون ابو الغربه على الكوره على قله القيمه دي؟ معاك حق طبعا، لكن مين هيقول لمكسب سهل وسريع لا؟ تعالى انا وانت ناخد جوله جوه دماغ اللي اتضحك عليهم دول. اولا الناس دي طفحانه الدم وعايشين بالضالين. الوضع الاقتصادي في افريقيا والفقر والجهل والمرض نسبتهم مرتفعه جدا، يعني نيجيريا والكونغو لوحدهم فيهم 23% من اجمالي اللي عايشين فيهم تحت خط الفقر، ده مثال يعني. وبعدين هم اللي اتعلموا يعني طلعوا ايه؟ ساديو ماني، كولوبالي، دروبا، صامويل ايتو. ما الناس دي بتعمل ملايين في السنه وكانوا زينا وعاشوا حياتنا وطلعوا من نفس الملاعب اللي طلعنا منها. مش من حقنا نحلم يعني؟ مش من حقنا نبقى زيهم؟ وبعدين هنقعد هنا لايه والمين والامتى؟ لا في نشاط كروي حقيقي ولا في فلوس ولا احتراف. واحنا مش بس شباب وعايزين نعيش ونصرف ونتجوز ونخلف، احنا ورانا اهالي واسر في رقبتنا وكم لحم. فاكيد لما حد يجي يقول لي تعالى هتلعب في البرتغال او فرنسا ولا حتى الهند، هوافق طبعا وهدفع اللي ورايا واللي قدامي عشان اعيش الحلم. هو هيستغل حلمي عشان هو شخص سيء وقذر، هيستحل شقه عمري وعمر اهلي وهيرميني بعد ما سرق فلوسي. هو ما يعرفش الحلم ده بالنسبه لي ايه انا واهلي. وهو ده يا صاحبي اللي حصل في كل القصص اللي فوق دي. شخص محتاج، وايوه الكوره بالنسبه للناس دي احتياج مش رفاهيه، وشخص بيعرف ان في شخص محتاج. مفيش اسهل من دبيعه. ركز في كل القصص دي هتلاقي واحد عايز يسافر وواحد بيوعده بالسفر، والكل حلم تمن، والتمن هنا مش ضخم بالنسبه لتمن الاحلام عموما، لكنه ضخم بالنسبه للناس دي وظروف حياتهم. هات يا عم التمن ده بالدولار بقى بالجنيه، المهم انه يحط ايده في جيب اللاعب من دول. قبضنا فلوسنا خلاص، يلا اركب النحو ونشوف مسكين جديد وضحيه جديده. وهتفضل دايره النصب دي شغاله طول ما في ناس بتحلم، وطول ما في ناس بتمد ايديها جوه الحلم وتخنقه، وطول ما في فقر وجهل وغياب امكانيات وفرص حقيقيه، وطول ما في ناس مش لاقيه تجيب عشاها. طب والحل ايه يا كابتن بهاء؟ اقول لك انا الحل ايه. الحلول يا حبيبي كابتن بهاء سهله، هاخدك بس من ايدك ونطير على البرتغال. الاتحاد البرتغالي عمل خط ساخن للبلاغات دي على طول، يعني الشباب اللي بيسافر البرتغال وبيضحك عليه مفيش ثواني يكلم الخط الساخن، والخط الساخن هيرد على طول، مش هيقول له خليك معايا على الويت يا فندم، اتصل بيهم بس وهيلحقوك فورا. وتاني حاجه ان مفيش اي اكاديميه تفتح غير تحت اشراف الوزاره وبمواصفات وشروط معينه يحددها ويختم عليها الاتحاد، يعني بالبلدي يقول دول تبعنا. عشان كده لما نزلت بوست واعترضت ليه اخو لاعب في الاهلي يفتح اكاديميه، ده تحت اشراف مين او رقابه مين؟ هو مش في مواهب بتضيع من تحت ايده ولا ايه؟ تم عمل كمان في البرتغال سجل وترخيص للوكلاء. الوكيل ما يمشيش وخلاص يقول انا وكيل، لازم يطلع كارنيه الاتحاد، لان الوكيل اللي هيضحك على اي طفل هيتشطب فورا ويتحبس ويتوقع عليه غرامه ماليه. كمان الاتحاد بيعمل قائمه سوداء يوزعها في كل الانديه والاكاديميات، ويقول لهم ممنوع انكم تتعاملوا مع الزبالين دول لانهم حراميه. وفي بروتوكول رسمي بين الشرطه البرتغاليه واتحاد الكوره ومنظمات حمايه الطفل، لو رصدوا اي وكيل بيضحك على اي ناشئ بيتم القبض عليه على طول. وكمان استغلوا لينكد ان وفيسبوك في عمل حملات توعيه للناشئين من نوعيه اوعى تخلي وكيل يضحك عليك، وخلي بالك لو الوكيل عمل معاك الحركات دي، ولو الوكيل طلب منك المبلغ ده يبقى هو بيضحك عليك رسمي، يعني احذر من النصابين من الاخر. وخلي بالكم يا شباب مصر، لان الحوار بدأ ينتشر في دول زي جورجيا واذربيجان والامارات. بلدكم اولى بيكم من البهدله اللي هتحصل لكم بره، ومن الوكيل النصاب اللي هيضحك عليكم. لا مالديف ولا شيشان ولا ماليزيا ولا امارات، حاول بس انك تجتهد في مصر بدل ما تبهدل نفسك، وحتى لو السكه صعبه او احسن من البهدله بره. اما لو انت عندك رفاهيه انك تعيش بره زي مرموش او ميدو فتوكل على الله وبس كده. يرجو الكابتن بهاء انه ما يكونش نكد عليكم. نلتقي في حلقات اخرى ان شاء الله. عايزكم تنزلوا تحت وتشتركوا في جروب البهائيون على فيسبوك، الجروب الرسمي الوحيد الخاص بالقناه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكل الحركات دي، عشان بقالكم فتره ناسين السبسكرايب وانا ناسي اقول لكم. وكمان الانستجرام بتاعي اللي راح في ضي النسيان ده هتلاقوه موجود تحت في الديسكريبشن. وبس كده، دوس سبسكرايب. شايفك اللي ما دوستش تتبعهم ولا ايه؟ والسلام عليكم.
دوس سبسكرايب، دوس. شايفك. انا اعرف موظفون يتقاضون 1,000,000 جنيه في السنة. انا اعرف ذلك. انا اعرف موظفون يتقاضون، اعرف موظفين يتقاضون 1,000,000 جنيه في الشهر. والله الذي لا اله الا هو اعرف ذلك. موظفون موظفين انتهت علاقاتهم بالعمل وهم يعملون بعد 60، ليس بعد 60 ولكن بعد 60، لأنها مضاف إليه مجرور بالياء. نعم.